بالهنا والشفا. انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالضان. طيب يا ستي، الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوس. لا ده ملعلك كده. هتقابل واحده ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه، اصلها ست بنت بلد على ابوه. طيب بص يا ستي، انا راجل عادل وعاوز اجي معاكي سكه. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي، لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله، في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما تعملش حاجه. ايه يا بت في ايه؟ قاعده بارغه انا وسعاد. فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم. الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي فيه ايه. اتفضلي. ماشي، سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبده. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا، انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامة على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلت. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي، يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلكش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنة الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسة على الكولون. فوتك بعافية يا سي عبده. انا ما كانش ليا توميه ابدا النهارده مع الكرنب. مستر منير، في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها لحضرتك. ايه الريحه دي؟ ايه يا انسه؟ ايه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك، اصل الموضوع خطير، بس الريحه اخطر. ايه ده؟ وبعدين وش حضرتك احمر كده ليه؟ مضغوط يا انسه، مضغوط. ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها. ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا انسه، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي ارجوكي. مستر منير، مستر منير، ايه ده؟ حاجه مهمه. ممكن حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانه عشان التكييف عندي بينقط ميه، وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحه طالعه لغايه بره. لا ايه ده؟ ايه ده؟ دي بتزيد بتزيد. يا لهوي يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفط. هركب يا عيني. ارجوكي اتفضلي ارجوكي. ايه ده؟ الواحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير، بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر، قول له حاضر، قول له حاضر. يا رب انا مش عارفه اشتغل، انا مش عارفه اشتغل بالبتاع ده، انا زهقت خلاص، مش عارفه اشتغل. يا رب اعمل ايه؟
يقرفك. ايوه هو ده. ماشي، وحياة امي اجيب اخرك. Welcome to Egypt. We will start 5 minutes only. You have coffee? Coffee, huh? Yes. Okay. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله مالها؟ وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون. يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره مالها؟ تغرق. اسمع منير. ايوه. احنا مالنا؟ مش اول مره نعمل الشغلانه ديت. وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. ها تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس. اوكي. شوف لي بس موضوع الملف اخلص حالا. ايوه. بلاش ايوه بقول لك بيفهموا عربي. طب هقول كمان. شوفوا لي شريهان فين. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده الولد اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا خبياتهم. ولا شيل ايدك يلا. الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايجيبت كوفي في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا قربت اخلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت ده وقته. خالتي. ايوه يا خالتي. عايزه ايه يا خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سي عبد الله. خير يا خالتي خير. خير زي ما تقولي كده في بيني وبين سي عبد الله، وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمينا حتى ريحتها، صح؟ ايه يا بنت؟ ايه المشكله يعني حتى لو اتجوزت؟ لا يا خالتي مشكله طبعا. الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانه من الراجل الطيب، انا قلقانه من بنته السماويه اللي عامله لنا فيها كل سابه دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجيلك نقعد قاعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اظبط الباي والتراي. اوف يا لهوي. انت بتعاكس هنا، انا عضو هنا، انت بتحرجني. يا عم معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن. شغل ايه شكل؟ انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جايين النادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جاي عشان نيلي ما بتردش عليا في التليفون من امبارح وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوت يا امور يا عسوله قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت يا قمرايه القمرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن يعني مش عارفين نشيل الاستبن اساسا؟ اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومن انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مشوار البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه طبعا. انا كويس جدا، بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت منين؟ انت حبيت هاله؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف، ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينه جايه. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور؟ دي ياسمينه. مين ياسمينه دي؟ واحده كنت ماشي معاها زمان. دي جامده قوي، جامده قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا هعمل ايه. ياسمينه ازيك؟ ها يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟
ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت بتعمل معايا ايه دي؟ عملت ايه والله انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت تشير الصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز نحط لك صور جديده اديها لنا ونحط لك الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خالص عشان ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك عليه، بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شاير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ تصدق انك حيوان؟ ايه يا حيوان؟ ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا. السوسته جت في ضرسي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تلمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش قلت لك يا اخي. اوعى بقى يا اخي. الله. بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحة يا بنتي، دي اسمها فضيحة. انتي مش فاهمة كمية الكومنتس عاملة ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصورة. يا بنتي انتي مش فاهمة، دي جت النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلتلك يا سو انا مش سهلة، انا مش سهلة خالص. ادخل ادخل. أمورتي الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده. تحس إنها واكلة تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي. حبيبة بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوتة بابا نيلي. خلصت فقرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خش في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس، ما عملتش حاجه غلط، ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيله ونتلم كلنا نتلم في حميميه ونبقى اسره جميله مترابطه. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انت ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا، الغايه في الموضوع يعني انا جوه صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما اعلي صوتي على بنتي. انا جوه صباح. علي صوتك بالغنى. انا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. اخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي. عايز جثتي. تست. ايوه باشمهندس، والنبي زود لي بقى الافكت بقى، عيب يعني، ده انا حبيبك. ايوه تست، ايوه الله، ايوه تمام. عمنا باشا، انت مصور كوكو مصور حضرتك. ما تقفليش هنا بقى، تقف لي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله، ماشي؟ فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ عمي معاك، تقعد لي هنا، تخرج وتدخل والكلام الحلو ده، ماشي؟ والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبي. يا كريكه، مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش ام ورد، ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا، يلا الله يكرمك. الشيشه تمام والولع تمام ولا ايه؟
يلا العروسه وكتاب الله لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقه نفسي يا سو. such a nightmare. بقى ده فرح بزنس مان كبير؟ لو حد عدى من بره هيفتكره مولد. على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي، انت كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people، مش فارق معاكي خالص ان باباكي متجوز البيئه اللي اسمها صباح دي. ازاي يعني مش فارق معايا؟ اذا كنت انا من ساعه ما عرفت انه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بوظيش الجوازه يا نالي؟ سو بابي قليل الادب وبتاع ستات، وبتاع ستات بلدي كمان اللي هم بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي، فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو. اللالي whatever. انا قلت سيبه يومين 3 يتجوزها وبعدين اشوف طريقه اخليه يطلقها. ايوه بس هتخلي ست البيئه دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا، دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تست 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 تشيك إيه ده؟ تشيك مايك تشيك مايك. ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم، محسوبك هاني. مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني الدبدوب. دبدوب؟ يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح، يعني تقدري تقولي عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز؟ لا مؤاخذه احنا اسفين لو كنا ازعجناكم، بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه؟ ليه بتحطوا اس في كل حاجه؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله، الاس دي مش بتاعه البلور، لا دي اس بتاعه الابوستروف اس، يعني الاس عايده على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر، انت حيوان. وانت عسلز. ممكن اجرب؟ طبعا اتفضلي اعملي. لا عايزه اجرب شيكس. قولي شيكس. شيكس 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 شيكس. خلي الحارة تنضف في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بت بتكسروا ورانا قلل يا حرام معفنة يا ولاد. بس يا خالتي ده الليلة فرحك. فرحي؟ لا ده انا اقلع لكم الابيض والبس عليكم الاسود يا ولاد اتفوق. خلاص بقى يا خالتي خلاص. ما تسمعونا زغروطه يا ولاد. على عينك يا قهرانة، على عينك يا قهرانة، حبات الليلة يا عيانة، على عينك يا قهرانة، على عينك يا درتي، على عينك يا درتي، الابيض والاحمر فضلتي، على عينك يا درتي. يلا يا حارة ضلمة، يلا يا حارة ضلمة، احنا اللي نورنا، احنا اللي نورنا. يلا يا حارة هسي هس، يلا يا حارة هسي هس، احنا اللي عملنا لكم حس، احنا اللي عملنا لكم حس. يجي واقول له على اللعب كله. ارفع ايدك فوق لو متضايقها تروح، الكلمة جاتها تزيح اوعك في العكس تسوق. ارفع ايدك لو متضايقها تروح، الكلمة جاتها تزيح اوعك في العكس تسوق. فرتكة فرتكة عالطبلة وعالسكسكة، فرتكة فرتكة ضغطته مع التكتكة، فرتكة فرتكة راجعين نعمل دربكة، راجعين نعمل دربكة. غرقانة بصبر المية صحني بتطلع عليا، هدك وكارك وارجع ترى وانت شوية. مساء الخير يا جماعة. مستر سليم. هاي انكل سليم. جليل يا بنتي مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك على المصيبة اللي احنا فيها. خير في ايه؟ في ايه يا انكل؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدلوا الجنينة ازاي؟ بص البالونة اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثة. لا الاطفال اللي معاهم والله العظيم يا انكل دول مش اطفال، استحالة يكونوا دول اطفال بريئين. من شوية واحد صغير كده جه يقول لي ايه؟
بص لي كده كانه بصت راجل كبير، كانه راجل مضغوط. قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حته حته حتى لو محلوسه. يعني ايه؟ يعني ايه يقول لي انا كده؟ هو ده اللي قال لي كده يا عم كده. يعني اللي ده قصده ملحوسه. whatever. ما شفتش بقى حضرتك the new Mrs. عبد الله مكاوي؟ كارثه كارثه. عملها بلدي جدا، بلدي، دول اهلها، دول قرايبها. يعني اللي يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجات بالظبط. ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله من حياته. بليز بليز يلا ننقذه. حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. الله. حضرتك بتتكلم بجد؟ الله طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب اتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلبسه وبلارسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي، بيضربوا واحد ورا التاني. حاسب. وسع وسع وسع. تعلن شركة مصر للطيران عن وصول رحلة البحرين اللي عليها أحلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا. العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عرسنا 100 100. سكة حديد مصرية عرسنا 100 100. يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الطور، يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الطور. احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير. احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير. احنا فريق الكوكواوا احنا فريق الكوكواوا. نيلي حبيبتي، معقولة جاية تسميني؟ بليز ابعد عني. انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا، عازم ناس معاك في الشغل. نيلي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقة، وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير. يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك حقها. تؤذى فيها دلوقتي. يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايباه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you. لو انت مش خايف على مستقبلك، خايف على مستقبلي انا، خاف عليا. من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي حاضر، بس انتي اوفر. الموضوع ابسط من كده كتير. دي لو هتعدي. وسع وسع وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وصلت عروستنا الاموره اللي عايزه لها مليون صوره. يلا نعمل لها احلى شبوره. واديني يا ابني الزين والزينه. اهي جت العروس.
اعرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي حاضر، بس انت اوفر قوي. الموضوع ابسط من كده كتير قوي. دي لو هتعدي. وسع وسع وسع، اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وصلت عروستنا الاموره اللي عايزه لها مليون صوره، يلا نعمل لها احلى شبوره واديني يا ابني الزين والزينه. اهي جت اهي. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ايه يا هاني اللي انت عامله ده؟ ايه يا بت، ديكورات مش عاجباكي ولا ايه؟ مش عجباني؟ ده انا مبهوره، ده انت مشرفني وسط الناس كلها. ايه الحلاوه والشيك؟ ايه ده؟ ايه الكوشه الحلوه دي؟ دي فكره القوقعه ولا فكره ورق العنب؟ بصي انا سايبها مفتوحه. يعني اللي عايز يشوفها ورق عنب هيشوفها، واللي عايز يشوفها قوقعه هيشوفها. الله، تحفه تحفه. طب والنبي يا هاني اعمل لي واحده زي دي في فرحي. لا يا عبيطه، في فرحنا بقى شايل لك الافتكاسه الكبيره. إيه؟ هنعمل الكوشه متحوطه بشجر الموز، والكوشه نفسها معموله من قشر الموز. الله، ما تزفلطش دي يا هاني، خطر. لا ما تخافيش، ما احنا هنرش نشاره خشب. الله عليك، مبدع يا هاني. لا بس في سؤال، مش كوشة الموز دي لو اتركنت شويه تسمر؟ ما انت عارف الموز لما يتركن لونه يغير معاه. يا بنتي ما دي بتنزل فريش، يعني واحنا عند المصوراتي يكونوا الناس بيقشروا في الموز. نورت بيتك يا قمر. تسلم لي يا سي عبد. بقول لك ايه يا اخوي؟ تأمري. انت هتوديني فين في شهر العسل؟ اختاري بقى يا ستي، عاوزة تايلاند ولا بالي؟ بالك؟ لا خد بالك يا سي عبد، ما تكروتنيش. انا يا اخويا عايزه شاليه يا في مراقيه يا كازابلانكا اللي في الساحل الشمالي. كازابلانكا؟ ايوه قرية هناك. طب احسن اشوف لك حاجه في امون او الرواد. ده في الساحل الشمالي برضه؟ ايوه بس تاني يمين. المهم قولي لي بقى ايه القلاجه دي؟ حلو ده هاكل منك حته. مأجراه منين؟ مأجراه ايه؟ انا مفصلاه طبعا. مفصلاه منين؟ ده انا رحت مخصوص للترزي بتاع استاذتي وملهمتي غدا ابراهيم عشان يعملهولي، وقلت له ان انا عايزاه موف غامق عشان الاحداث. احداث ايه؟ معرفش، هي دايما بتقول كده في اي احداث. تسلموا. ودلوقتي لحبايبنا اللي مشرفينا فقرة الكليب ده اهداء لخالتي صباح
خالتي صباح اللي على طول بتقل مني وبتهني مع انها مني، بس معلش انا جلدي تخين وبستحمل. وجه الوقت يا خالتي اللي تعرفي فيه ان هاني الدبدوب فنان موهوب، وعقبال ليلتنا يا شوشو العب يا ابن الكلاب. انا عايش في بلد ونبات يطلب يوم ونجيب بنات اسمي هو اللي يكتب مني وبس. اخدني معك بالجو الحلو خليني معك استراح يا حلو. جمالك جمال جمالك جمال مش عادي وكلامك كلام كلامك كلام. حلوة عروستي واخدها انا قهوة عين حسادها. شفتني وانا عصفورة يا سعد؟ ايوه. واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا. على قد ما شفت واشتريت جربت اكتر من اللي نفسي فيه. بجد الفيديو ده كارثة، أكتر من زلزال 92 وتسونامي تايلاند وقنبلة هيروشيما. مكسوفة منك مش قادرة أقولك مكسوفة منك مش قادرة. عندكوا رقصوني وسطكوا عقبال عندكوا رقصوني وسطكوا. بنشكر حبايبنا اللي مشرفينا ومنورينا، وكنت متاكد ان اللي بيتعمل من القلب بيوصل للقلب. ولعها يا ابني. حران زهقان زهقان طهقان ابعت مشوار اليونان والكعبين في التوك والنسوان كعبين في التوك والنسوان انت يا زدي فتيها ابنك شغال حبيها. انت يا زدي فتيها ابنك شغال حبيها. طب خدي الكلام على هادي خدي الكلام على صوتي خدي الكلام على هادي تفهمنا بالرسول تفهمنا بالرسول. رمضان ابو العالمين خرج وخد سطرين. رمضان ابو العالمين. يا سمير يلا اعمل همه الناس جعانه. ايه يا هاني المنظر ده؟ مش كنت عملت البوفيه اوبن؟ اوبن ايه يا بنتي؟ اوبن يعني مشاكل، يعني خناقات، يعني هتخرجي بطبقك وست غرز في راسك. لا برضك الناس تتريق علينا كده. تريقوا علينا ليه؟ يا بنتي انت مش فاهمه، كل علبه فيها سندوتشين جبنه رومي وسندوتش لانشون وكنزايه، ده غير بقى علبه الحلو. ايه ده في لانشون؟ طب ما تقول كده، ارجع لي يا ابني بالصينيه دي، طلع لي بقى كل سندوتشات اللانشون اللي في العلب، عبيها لي في اكياس وانا هوزعها بمعرفتي. هو اي حد هياخد لانشون ولا ايه؟ الاكل عجبكم؟ بالهنا والشفا. خدت لانشون يا حاج؟ لانشون؟ ايه هو اللانشون ده يا بنتي؟ اللانشون يا حاج اللي هو بيبقى مدور كده وحمه، اللحمه يا حاج. لحمه؟ لو في صالح هاتي. لا في صالح يا حاج طبعا. اتفضل اتفضل بالهنا والشفا. اتفضل يا مستر منير، انا عادة بدي كل واحد سندوتش لانشون، حضرتك 2. ايه ده؟ ايه الحاجات دي يا ناس شريهان؟ انا ما باكلش، ماما كانت مانعه اي لحوم مصنعه تدخل البيت، علشان كده انا ماشي باللانش بوكس بتاعي. طب ليه حضرتك؟ ده لانشون صلاح وعبد الفتاح. مشكله اسامي يا انسه شريهان، دي وصيه لازم تحترم. كانت عايزاني ما اتخنش. الله يرحمها الست الوالده، حافظت عليك من فوق وطنشت من تحت. اتفضلي يا ماما ست، اتفضلي بالهنا والشفا. يلا بنتي يا نيلي، انا ما بطلعش اللانشون ده الا للغالي، خدي انت وصاحبتك سوا. شكرا، مش عايزه منك لانشون، وصاحبتي على فكره اسمها سو. ايه يا بنت التناكه بتاعتك دي بفستانك الاحمر ده؟ قسما بالله الفنانه بوسي لما عملت مارلين مونرو كانت احلى منك. دوبي 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 دوبي. انت سمعتي بتقول لي ايه؟ دي فكره ان احنا في حفله تنكريه. يا نالي ايوه، بس انا كان فعلا نفسي في لانشون. سو انت بقيتي زيهم؟
بصي شايفه الست اللي بترقص فوق الترابيزه هناك دي؟ اطلعي ارقصي زيها كده فوق الترابيزه وعملي ببطنك كده وقولي عايزه لانشون عايزه لانشون اديني رمضان. انا قلت عايزه اللانشون. ماما ميمي ما تاكليش الساندوتش. نيان خدي هذا الساندوتش ما تخليهاش تاكله. الحلو يجيب الحلو. بقى هتلزقني. انا ما اكلتش يا هاني. حتى ده يا ميت هتدخل الفلوس دي بكره في حسابي في البنك باي طريقه كانت يا اخي. لا ده وقته. مساء الخير. مساء الخير. من فضلك بلاقيش الشاحن بتاع الموبايل عند حضرتك. وريني فين؟ عندي. تعالى اشحنهولك. طب انا افتكرت انا معايا تقريبا واحد في العربيه يعني. ما انت مش عايز شاحن 5 دقايق عشان اشحنهولك ما تقلقش. عند حضرتك شاحن؟ عندي لما دخلت الفرح لقيت كل الموجودين بهوات، حتى العيال الصيع والشمامين بهوات. حضرات السادة البهوات، معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية ونجم الموال في الوطن العربي، اللي ولا 1 ولا 100 يقدروا ينافسوه، اللي ولا 1500 يقدروا يهزوه. المطرب الوحيد اللي دعا إلى السلام وقال السلام عليكم. المطرب الوحيد اللي لما يغني والدنيا برد تلاقيها نار النار النار. المطرب الوحيد اللي سأل على عم سلامة في شدته. معنا ومعكم نجم الأغنية الشعبية. بشرى لكل العيانين، جبنا لكم الليلة ليلته وكلامي قلته يا بخته يا رب وعيتنا زغلل عيوننا شقلب كياننا على فين بسحره ده هياخدنا. الليلة ليلته وكلامي قلته يا بخته يا رب وعيتنا زغلل عيوننا شقلب كياننا على فين بسحره ده هياخدنا. انا مهما احكي او مهما اوصف ابدا منين انا يا اخوانا. الواد ده بلدي وجماله بلدي والبلدي يوكل يا سيادنا. من ناحية بلدي أكيد بلدي مش مختلفين. الحق بقول على رقبتي لو قدام مين. بنغمض في عيوننا بنعمل إننا شايفين. والطوبة جت في المقطوبة ووقعنا في مين. ده جماله محدش يوم شافه لا انسان ولا جان. قمر 14 والله ربنا هيحاسبك على الحلفان. الليلة نمت وكلامي قلته يا بخته يا رب وعيدنا زغلل عيوننا شقلب كياننا على فين بسحره ده هياخدنا. سقفونا الليلة ليلته وكلامي قلته يا بخته يا رب وعيدنا زغلل عيوننا شقلب كياننا على فين بسحره ده هياخدنا. الليلة ليلته وكلامي قلته يا بخته يا رب وعيدنا زغلل عيوننا شقلب كياننا على فين بسحره ده هياخدنا. الضحكة حلوة وكلامه غلوة ومالوش مثيل كده في الدنيا. كل اللي لمحه أو شاف ملامحه بالليل سهر ولا نام ثانية. ما هو لازم يسهر ما ينامش ده أكيد من الخوف. في حد يشوف المنظر ده وفي ليله ينام. ده قمر طبعا غصب عنك وسلامة الشوف. صلوا على النبي خلي اليوم ده يعدي بالسلام. اسفين يا عريسنا احنا بنضحك مش قاصدين حد. بنهزر وياك والفرحة لا أنا فعلا بتكلم جد. الليلة ليلته وكلامي قلته يا بخته يا رب وعيدنا زغلل عيوننا شقلب كياننا على فين بسحر ده ياخدنا. انت ازاي تاخدي
مني المايك وانا بغني. انت مجنونه يا بنت انت، هو انا اخدت منك المايك ولا انت؟ ايوه عشان تطلعي تتلزقي في الراجل انت والبتاع بتاعك يا حبيبتي اللي اتلزق فيه ده انت وخالتي كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو ما يعرفكوش يا جماعه خلاص قلنا صلوا على النبي، خلوا الليله دي تعدي على خير بقى، والنبي انتوا بقيتوا قرايب ونساب في بعض. استاذ حكيم من فضلك مالكش دعوه بالناس دي لانها زهقتني في حياتي، وانا اسفه قوي اني خدت منك المايك في الاغنيه، بس كنت عايزاك تعرف الحقيقه. ايوه بس ما كانش فيه داعي للنمره اللي انت عملتها قدام الناس دي. حضرتك مش فاهم هما بيعملوا فيا ما ايه. بس بقى يا بنت انت هتحكي له قصه حياتك، الراجل مش فاضي. خلاصي بقى، فضحتونا مش ممكن. استاذ حكيم مش عايزين نعطلك، اكيد عندك افراح وحفلات وكده. يتفضل فين يا اموره؟ يتفضل فين؟ استاذ حكيم جاي يقعد معانا لحد الصبح عشان هو نجم شعبي، يعني مننا احنا مش منكم انتوا. ده مغني عالمي، غنى مع جيمس براون. ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ حكيم؟ ما عرفش الاشكال دي خالص. والله تلاقيه جه عشان انتوا رحتوا مسحتوا له البيت انتوا الاثنين. ما تلمي نفسك يا بنت انت، هاني ده اكبر نبطش ومتعهد حفلات فيك يا مصر. اساسا استاذ حكيم جه عشان بابايا انا. هو ده بابا؟ ايوه بابا يا بابا يا بابا، 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 بابا بابا يا بابا. نسبة زيت معاه مش ممكن يعني بجد. انت بتعملي ايه يا ولية؟ مش انا اللي بعمل ده، هو اللي بيعمل. هو وانت بتهببوا ايه؟ الواد كان محظوظ وعايز يشخ، والكنيف عندكم مشغول، يصير ورا المسرح ولا يصير هنا في الميه؟ انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. بس يا حبيبي كفايه، ايه كل الميه دي؟ هو شارب ايه؟ هيشرب ايه يعني؟ شارب ازازتين بير. اطلعوا بره البيت خالص، يلا بره. ماشي يا اختي ماشي. يلا امشي. يلا يا ابني يلا امشي بقى. يلا. يعني اولع في البول ولا اولع في البيت ولا اولع في نفسي؟ ربنا يسامحك يا بابي، يا رب الزفته دي تعضك بالليل. نيلي انكل سليم تعالي. ايه ده؟ حضرتك عامل كده ليه؟ واحد انتهز ان الموبايل بتاعي فصل شحن، جابني هنا وقلبني، سرق كل حاجه، محفظه، موبايل، ساعه، كل حاجه. واحد منين؟ من الشارع؟ من هنا. من دول؟ معلش يا انكل، ام فيري سوري، مش عارفه اقول لحضرتك ايه. طب تعالى اجيب لك حاجه تلبسها. يا ريت والنبي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي؟ طب اقفي في دره ولا حاجه، استري على نفسك. وبعدين مين ده؟ مدير البحر؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ اتجننت ايه يا حبيبتي؟ انت عايزين اكدب عينيا؟ واقفه مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده، هتكونوا بتعملوا ايه يعني؟ بتلعبوا استيميشن؟ يمكن كان بيعلمها فنون القتال. بس يا متخلف انت وهي، ده انكل سليم قريبنا، وواحد من الزباله اللي انتوا عازمينهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه. لا حاسبي على كلامك يا حبيبتي وفرملي عندك، احنا ما نعرفش ناس زباله، وبعدين احنا مش عرفنا، ما يمكن هو جاي الفرح مهاوي على نفسه كده. جاي فرح مهاوي ازاي؟ هو جربوع زيكم؟ ما تلمي نفسك يا حبيبتي، احنا ما نعرفش جرابيع، الناس اللي جوه دول اشرف منك واشرف من اللي تعرفيهم كلهم، على الاقل جايين بملبسهم. خلاص اهدي يا شوشو اهدي. خلاص يا استاذه نيلي، احنا هنحل الموضوع ده هوت. بقول لك ايه، مش يمكن يكون الواد ايمن قرده هو اللي عمل الحوار ده؟ هو انت عزمت ايمن قرده؟ انا اضطريت غصب عني. ده مثبتنا انا مرتين يا هاني. طب هنجيبه منين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ يا اما في بيتهم يا اما في شارع عبد العزيز بيفور الحاجه اللي معاه. ما تقلقش يا حاج، حاجتك عندي انا هجيبها لك. حاجه ايه اللي هتجيبها له؟ انا هحبسكم كلكم. الحق علينا ان احنا عايزين نساعدكم. تساعدوا مين يا حراميه يا باور؟ باور ايه؟ نور يا ابله. whatever. انا هكلم البوليس حالا عشان يجي يقبض عليكم. اعملي اللي انت عايزاه، انت هتقرفينا. الو بوليس، ممكن اعمل اوردر لو سمحت؟ عايزه ابلغ عن سرقه في فيلا عبد الله مكاوي. يا نهار اسود. حضرة الظابط، ايه السيرفيس التحفه دي؟ انا لسه قافله حالا، جيتوا بسرعه قوي. لو سمحت انا عايزاك تقبض لي على دي ودي والولد ده اسمه هاني الارنوب. ارنوب ده ايه؟ دبدوب يا باشا. هو ايه اللي اقبض على دي ودي ودي؟ لا يا باشا، انا اللي عايزه ابلغ عن البت دي.
قفشتها في وضع مخل مع راجل، هتلاقيه متلقح هناك كده في دروه بملابسه التحتانيه. ايه الادب بتاعتك دي يا مجنونه؟ ده انكل سليم. يلا يا صايعه يا بتاعت انكل سليم. بس بلاش كلام فارغ. انت عبد الله مكاوي؟ ايوه. انا معايا امر بالقبض عليك، اتفضل معايا. ليه؟ دي مراتي. انا مالي بمراتك؟ انت شركتك تملك باخره كانت طالعه من ايطاليا للصين؟ ايوه. اتفضل معايا عشان الباخره دي غير. طب وانا مالي يا فندم؟ وانا اللي سوقتها؟ لا، احنا مسكنا السواق. اتفضل. يا لهوي يا خالد. اتفضل. طب لو سمحت يعني ممكن اكلم اللوير بتاعه بس يجي الاول؟ يا باشا ده عريس. يا لهوي بس بقى. ايوه يا سو، I'm fine الحمد لله. مفيش مركب من بتوعنا غرقت في اوشن وعليها بضاعة كتير قوي، فالشركات اصحاب البضاعة هم اللي قدموا بلاغ في بابي. واضح ان في ناس وشهم حلو قوي علينا. طب اديها بالجزمه دي ولا اعمل فيها ايه؟ يا خالتي استني بس، ما هي عندها حق الصراحه، ده احنا قدمنا محني، ده احنا جبنا داغ الراجل ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللي اقسامه هيتسجن اهو. طب اخرسي بقى واسكتي وتنيلي على عيني. قالوا لنا انه هيخرج بعد شويه، بس قالوا لنا هيخرج بكفوله. ده نوع من انواع العقاب. كفاله. اوكي، ايه الكفاله دي؟ ندفع. اقفلي يا سو دلوقتي. باي. طب يا عبد الله بيه، اسيبك انا اروح الحمام وبكره الصبح نتقابل ان شاء الله. وانت تستنى في الحمام لغايه بكره يا منير؟ يا دوب يا عبد الله بيه. بونوي. جوزي حبيبي، الحمد لله على السلامه يا سعد. الله يسلمك. شده وتزول يا عمو. شكرا يا بنتي. بابي طلق الست دي دلوقتي حالا، دي وشها وحش قوي عليك. من اول يوم المركب غرقت، امال بعد 2 ويكس هتعملي فينا ايه؟ اوعى تصدقها يا سي عبده، ده انا وشي حلو قوي. اوعى يا اخويا تطلقني، ده انا ادمي حلو. هي بس اللي منفسنه مني شويه. انا ايه؟ ايوه منفسنه مني من ساعه ما شفتيني لابسه فستان الفرح وانتي مش طايقه نفسك. بس فستانك ده اسكتي خالص. اسكتي خالص؟ بقول لك ايه يا بت انتي، انا خلقي في مناخيري ومش مستحمله ومش ناقصاكي. كفايه البتاع ده طابق على نفسي. ما هو طايق على نفسنا كلنا، انت اللي مش متعوده. انت مش عارفك يا بنتي انت اذا كانت متعوده ولا مش متعوده. اسكتي يا ملزقه يا متفتفه. ايه ده؟ ما تقوليش ملزقه يا متفتفه. الشعر النضيف. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش مصدق. هاو صباح انا تعبان. سلامتك يا حبيبي. محتاج اروح. يلا يا اخوي حط ايدك في ايدي كده. بس كان نفسي نتزف الاول يعني يا سي عبده. مش مهم، ما تسمعيني زغروطه يا بت. ريحتهم رهيبه. حرام عليك، محليه من الخلاط وهذا صار لك خلاص. رح تتعود يسمعوا وتقولوا وينادوا. يلا خلينا نروح على منطقتك الجديدة. الناس اللي يسمعوا انك تغلبت على الملاكمة لازم يتعرفوا عليك يا ابو راي. نعم أأمري. عايزة ايه؟ بقالك يومين مبحلقالي، عايزة ايه؟ يا بت انت عيب عليكي كده، حرام. ما تتريقش عليه، ما بتعرفش تتكلم. مين دي اللي ما بتعرفش تتكلم؟ ده انا سامعاها الصبح بودني وهي بتغني لو لعبت يا زهر. لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ شفت؟ لا دي اكيد ملبوسه كده يا ماما. خلاص بقى يا شوشو فكيها بقى. افك ايه بس يا هاني؟ ده احنا من ساعه ما عرفنا الراجل وهو حاله في النازل، شكلنا بقى اندر قوي. وانتوا مالكوا يا بنتي؟ هو قدره كده. انت بس توصي خالتك تقعد جنبه، يعني تفكه، تاخده في حضنها، تطبطب عليه. الراجل برضه عريس جديد وفي ظروف صعبه ومحتاج لصدر حنين كده. ما تظبط يلا وتلم نفسك يا بنتي. ما حلاله يا بنتي، هو محتاج لصدر حنين يترمي فيه. نيان مالها دي بتنونو ليه؟ سيبك منه. نزل رجلك وحط طبق على الترابيزه. معلش انا اقعد براحتك ياض. نيان ما تتعبيش نفسك، بعتنا نياو تجيب طلبات. طلبات ايه اللي بعتوها تجيبها؟ لا ما تقلقيش، ده حاجات بسيطه يعني فول على طعميه على بقسماط. مش قصدي يا غبي،
قصدي ليه اصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ ايه اللي ليه مش شغاله هنا؟ شغاله عند اصحاب البيت، انما انتوا ضيوف تقال وخلاص هتمشوا. بقول لك ايه يا بنت انت، انا مش عايزه اتخانق معاكي عشان الظروف اللي عمو عبد الله فيها. هو فين بابي اصلا؟ انا ما شفتوش من الصبح. في المكتب مع المحامي ومندوب شركه التامين. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ هو حد كلمك؟ الله، انت مصاصيه يا بنت انت ولا ايه؟ مش انت اللي بتسالي؟ بسال نفسي وبتكلم مع نفسي. خلاص معلش يا ست الكل، حقك علينا. وانت بعد كده لما تلاقيها بتتكلم مع نفسها ما تتدخليش خالص، ماشي؟ انت مالك انت اصلا قاعد متبرطع كده في الليفنج؟ انت مين اصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي عشان افهمك بلغتك ماي اكس فريند وضيف مرات عمي اللي هي صاحبه البيت. اولا انا مش هصلح لك الكارثه اللي انت قلتيها دي وهسيبك حماره كده. ثانيا مرات عمك اللي هي صاحبه البيت اسمها الست اللي خربت البيت. يا علم يا نحس. شريهان. ايوه يا عمو حالا. اوعى يالا. شريهان. ايوه يا عمو. مش في ملف امبارح اديتهولك وقلت لك خليه معاكي؟ ايوه انا شايلاه معايا. هاتيه وتعالي بسرعه. ثواني ويكون عند حضرتك. ما يقدرش يستغنى عني خالص، هيجنني. ان شاء الله ما خليتك تستنى. نزل رجلك يا متخلف انت. معلش انا اسف، حقك عليا. على فكره انت صاحبه البيت طبعا. اي نو، مش محتاج تقول لي. استاذ عبد الله انا اسف، شركه التامين مش راضيه تحمل الخسائر اللي على الباخره. الباخره اتحركت من مينا وكان عليها حموله زياده، معنى كده ان انتوا ما اتبعتوش قواعد الامان. يا استاذ سامح، يا استاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطه. وبعدين انا مش فاهم ازاي شركه تامين كبيره زي حضرتك. لا هي كبيره، انا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطه ومشكوك في صحتها للدرجات؟ كل الكلام ده مش هيغير حاجه من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقه. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا اتصرف. طيب شوف يا سيد وائل. سامح يا فندم. سامح سوري. شوف يا سيد وائل، انا هلخص لك الموضوع في الاتي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاتره، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجيت سكي وصيني كمان، ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص تمام. قعد يزاوله في البحر، كسر عليه، يطير الولد، يطير روح. طب المنطق بيقول كده. فداه في الثانيه لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي، قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده. عارف جاب فلوس قد ايه؟ تايتانيك كتير. ومع ذلك يا سيدي مساله بمنتهى البساطه يعني. الحمد لله رب العالمين، زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجت في شويه فلوس علينا وعليك، مش اكتر يعني. ايه اللي حضرتك بتقوله ده يا استاذ عبد الله؟ استاذ عبد الله اتفضل. اهو الملف اللي بيثبت صحه كلامنا 100%. اتفضل يا فندم، اتفضل. يا سامح بيه، احنا شركه كبيره، شركه عريقه. تمام، احنا هنعيد التحقيق، بس من وجهه نظري انا الشخصيه المسؤوليه على حضرتك يا استاذ عبد الله. لا معلش يا باشا، ثانيه واحده، مستر عبد الله ملوش اي علاقه بالموضوع ده. اشطر وامهر موظفه عندي، اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول. انا؟ ايوه انت يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى، ايه الكذب ده؟ مش دي الشحنه اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها؟ وانا حذرتك بدل المره 3، فاكر لما كانت المجاري طافحه في اوضتك قعدت اقول لك خلي بالك الحموله زياده، المركب هتغرق، قلت لي مالكيش دعوه خليكي في نفسك. انت بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. الباخره بتاعت السويد يا عبد الله بيه، فاكرها؟ الباخره بتاعت السويد؟ لا دي كانت مسؤوليتنا، واحنا تحملنا كافه المصاريف. لا بتاعت السويد. لا السويد ايه؟ انا مش بتكلم عن السويد، انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين، اللي كان رقمها 444 على الف ب ت، صح؟ دي واحده مجنونه جايبانا تسترزق في الشركه. مجنونه؟ طب انا هوريك بقى الجنان اللي على اصله، عشان انا كنت متاكده ان انت هتعمل مكيده في عمو عبد الله. اتفضل يا باشا.
ادي نسخه من المستندات اللي تثبت كلامي ده. اتفضل. عم ده انا هوريلك. ايه رايك بقى يا عمو؟ انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير. رأيي روح يا شيخ الله يخرب بيتك. شريف؟ سيف، في ايه؟ بكلمك كتير ما بتردش عليا. وايه حكايه دقنك دي؟ في ايه مالك؟ مفيش حاجه، كنت محتاج اقعد لوحدي في البيت عشان بشتغل على مشروع التخرج بتاعي. انت عارف عايز اقعد عليه بروقان، حتى اللابتوب بتاعي. سيف مال بقك في ايه؟ انت بتكذب؟ انت خدت بالك؟ طبعا عينيك فضحتك. ازاي اصلا انا مش باصص لك؟ سيف في ايه مالك؟ احكي لي. حاسس اني مخنوق ومتكتف. ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف. بتخش عليا بتقول لي كلام قديم وانا بتجرجر، وانت عارفني انا على شعرايه. ماشي. ايه اللي انت لابسه ده يا شريف؟ لابس لي هيكون يا شريف وبدله بترولي. معلش خلاص انسى البدله وركز معايا دلوقتي. طيب ايه؟ في ايه اللي وجعك؟ احكي لي، انا صاحبك. مفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري. قول لي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي. كنت متاكد وقلت لك 100 مره احذر البنت دي، احذر البنت دي. هتستعبط؟ انت ما قلتليش حاجه، انت قلت لي امشي وراها، البنت دي جامده. طب ما هي جامده فعلا، ما تغيرش الموضوع. ايه المشكله؟ نيلي خانتني يا شريف. شت. خانتني، داست على مشاعري واحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيء. معلش. وبعدين بقول لك خانتني يا شريف. انت عارف البنت دي عملت ايه؟ دخلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا، شيرتها للدنيا كلها. بنت مش طبيعيه يا ابني. انت عارف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون. انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف. انا ما يتردش عليا. ما تظلمهاش. انت تعرف حاجه؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف، اكيد في حاجه. بمر بظروف صعبه جدا. ايوه اعترف، انت بيمر بايه؟ قول يا شريف، قول، ما توغوشنيش يا اخي. بس بقول لك ايه، ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحته الضيقه دي، انا مش عارف اتكلم معاك. ما هو انت يا شريف بقى، انا بقول لك، انا بشوف البدله البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف، ارجوك خف عليا، ارحمني يا اخي. ماشي تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه؟ تشرب ايه؟ اي حاجه بريلي لو في. يخرب بيت البريلي اللي انت بتشربه بقى وتقعد بقى حبيبي. اخبارك ايه؟ ولا اسبوع يعني ما ردتش عليك. تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بنتي يا نيل حولي هاتلنا القبضات، ده مسلسل تركي حلو قوي انا بحب اتفرج عليه. يلا. شوفي يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعه احنا في مصيبه، وعاوز اتكلم معاكم شويه عشان نشوف حل للمصيبه دي. الله، ايه؟ بقول لكم احنا في مصيبه، عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل المصيبه دي. عرفنا ان في مصيبه، بس لازم نقعد دلوقتي يعني. اوكي. الحقيقه انا اسف اللي هقوله دلوقتي، بس انا مضطر. بصراحه المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها ان انا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن اكتر. يا لا 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنياء قوي كده. كنا اغنياء قوي كده، انما دلوقتي اللي حصل، فانا مضطر ابيع حاجات كتير قوي، منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد، واسعه وتسعه من الحبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه. شقه زايد اول حاجه هتتباع. طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك، لطيفه وبتطل على مستر عبد الله. ايوه. شقه الزمالك بح. اوكي. طب احنا هنعيش في شقه المنيره، برضو كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله،
شقه المنيره فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي قريبين من وسط البلد وظل برضه هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكله مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكله انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضه هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه. تف من بقك يا استاذ بطريق. لا يا سي عبد الله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجه. خد كل سكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنقه. ده العشم برضه يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفير فيه قرشين كويسين ينفعوا، وفي برضو سلسله وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش. لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شاكر يا بنت، شايلك العوزه. طيب لا مؤاخذه يا جماعه، يعني في حد معاه فكه 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس هي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10، عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضه. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظه. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام بليز. الراجل بيكلمني. ماما توحشنا قوي. ايه ده؟ انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجونري ده يا سي عبد الله؟ الكلى. طب وبعدين يا سي عبده هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت بحضر خطه بديله. انا ههرب بكره الساعه 10 بالليل. هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعه 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جاد ايه الزحمه دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقول لك لفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتاخر على ميعاد المركب. طب بصوا مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين؟ هتودينا في داهيه. مثلي. ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطره قوي في التمثيل في المدرسه. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع مش هينفع. اسكت. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا استاذه؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش هيعضوك. يودوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس اردع الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل لي الناس دي كلها. لا بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين. هتكوني مين يعني؟ انا بقى هعرفك انا مين وبنت مين. بابي اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الظابط، في حاجة؟ ثم انت ازاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ بابي صباح ازيك؟ ازيك يا سي عبده؟ وحشتي. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ نهار اسود على الغلاسه. هاي حبيبي هاوز ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا حبيبي اقعد. هسيبكم 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم.
عامل ايه في الحبس يا اخويا؟ تعبان قوي يا صباح، تعبان. بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها. ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه، تنس، باسكت، عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجه مختلفه، يعني اتعرف على ناس جديده مثلا. انا بالفعل اتعرفت على اصدقاء لطاف قوي، الاخ باستيلا، سيد عضه، ابراهيم زباله، ناس جميله جدا، بس هم لو زي ما تقولوا اقمت صداقات مهونين عليا كتير. بقول لك ايه يا سعادته؟ قولي يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري، معنا؟ ضايقك يا سعادته، ضايقك، قول ما تتكسفش. ما انا اصلي اتحبست قبل كده. And you're proud. لا نو لا انا راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ بمعنى؟ اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفرده من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريهان، انت عارفه يا حبيبتي انا ما ضربتش كيمياء من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص. انا بس اللي حاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت هعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10-15 الف جنيه اتصرف بيهم بس ال3 ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض. انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب خبي اخويا لحد يشوفها، خبي. خلاص يا عمو ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين؟ انت اتجننتي؟ انت الطولي. جننك ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون الف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن، روحي الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي، هي كوين ان، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش، they will never understand، دول في الكنافه. هي بتشتمني يا سعادته؟ لا يا حبيبتي، في الكنافه احنا انت عارفه كعيله بنحب الكنافه او بنعشق الكنافه. اتنين كرسي في اوتيل سكري، واحد ترابيزه خشب دورين. كرسي في اوتيل وسكري؟ مش مصدقه نفسي. يا انسه احنا ربطنا كل الشنط فوق الميكروباص، في حاجه تانية ولا نتحرك؟ لا اي ثينك مفيش، بس تقريبا انا ناسيه حاجه. ناسيه ايه تاني؟ هو احنا هنقعد طول اليوم نفك ونربط؟ انت بتتكلم كده ليه؟ هو انت بتعمل كده شفقة منك عليا يعني؟ ما انا هديلك فلوس. فلوس ايه؟ انا تعبت من الشيل والحط، ظهري اتقطم. وانا مالي؟ مش دي شغلتك؟ مش وانت صغير قلت عايز اشتغل كده؟ انا مالي؟ وبعدين ما تلخبطنيش بقى عشان مش فاكره انا ناسيه ايه. عاجبك كده؟ كنت هنسى بني ادم. سوري ماما ميمي. ودي هنربطها فوق الشبكه ولا هتركب معانا في العربيه؟ هي طبعا هتركب معانا العربيه، بس الكرسي اربطه فوق الشبكه. استنى. لا. رايح فين؟ شيلني. ايه؟ شيلني. يا انسه ده عايزاها اشيلها. طب ما تشيلها، ما هي شغلتك، شيلها.
بتضحك حضرتك and you're so happy. كلنا هنترمي في الشارع بسببك. ليه؟ عشان حضرتك بتستظرف وتخبي فلوسك وسايب لنا مجلة. بجد ايه الشقاوة دي؟ ربنا يسامحك. انا مش مصدقة ان انا مش هنام في اوضتي تاني. خلي سنأخذ أجي لوحة سعيدة دي. كلا، لن نأخذها. سوف نتركه هنا لوحده لأنه يستاهل. وأنت نيان، إلى أين ستذهبين؟ سوف أقوم إلى بلدي. بلدك فلبين؟ كلا، شبين دقوم. شبين كوم؟ فلتذهبي إلى الجحيم يا نيان. انتي رايحة فين يا نيل؟ ما تيجي معانا يا حبيبتي، بدل يعني حوجتك للغريب. ثانك يو، أنا هتصرف. خلاص براحتك، بس لما تروحي تقعدي في حته ابقي كلمينا طمنينا عليكي، وابقي ادينا العنوان برضو عشان نطل عليكي. ولا تطلوا ولا تل ولا حد يطل اصلا. انا مش عايزه اعرفكم تاني. انا بكرهكم وبقرف منكم. انتوا جيتوا خرجتوها وقعدتوا على كمها تلها whatever. دلوقتي اللي بيربط بيني وبينكم في السجن. بليز مش عايزه اشوف وش حد تاني فيكم ever. ما انا قلت لك نفسي اضربها بالشبشب وانتي اللي مش عايزه. انا مش فايقالك. ها خلاص يا خالتي سيبيها. شكرا يا بنت عمي يا محترمه. You're welcome. على طول مخنوقه، مولوده مخنوقه. الحمد لله يا خالتي ان هي ما جاتش معانا، دي كانت هتيجي وتقرفنا اكتر ما احنا متنيلين قرفانين خلقه. يلا يا خالتي نروح على بيتنا يلا. نروح على فين؟ بيتنا. بيتنا ده ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزانا نخش الحاره كده في عز النهار؟ دول كانوا يزفوني، كان يضربوني ضرب ما خدوش حمار في مطلع. انت نسيتي النمره اللي انا عملتها؟ دول زمانهم مستحلفين لي دلوقتي. طب احنا هنروح فين يا خالتي؟ بصي بقى، احنا نروح نتلقح على اي قهوه، اشرب حجرين معسل اروق بيهم دماغي، اقوم اعرف افكر. يخش الليل بقى والدنيا ضلمه وتبقى عتمه، نروح احنا بقى متسحبين وداخلين الحاره ومحدش يشوفنا. استوري عليا يا شريهان. ماشي يا خالتي خلاص يلا.